وفي مساء يوم 16 فبراير كان أول أيام عيد الأضحى المبارك، وصلت معلومات للقاهرة بوجود الحفار في دكار بالسنغال. وطبعا منطقة دكار كانت مناسبة سواء للاستطلاع أو تنفيذ العملية، فعقد مؤتمر للفور لإعطاء التعليمات النهائية للمجموعة وسرعة التنفيذ. والضابط محمد نسيم اتحرك لدكار في يوم 17 فبراير. هو سافر الأول عشان يستطلع المنطقة ويشوف المكان المناسب لتنفيذ العملية، وبعدها بيوم بدأت مجموعة الضفادع البشرية تقسم نفسها لمجموعتين عشان يسافروا لدكار، وتقسموا مجموعتين عشان كل مجموعة منهم تاخد طريق معين لعدم لفت الانتباه. وأول ما وصلوا دكار وصلت معلومة للقاهرة إن الحفار هيتحرك من دكار، فبالتالي المهمة باظت واتلغت، فالمجموعتين رجعوا تاني. وبعدها بدأت المخابرات تتتبع الحفار تاني عشان يعرفوا ايه أقرب وقفة الحفار هيوقفها بحيث يضمنوا تنفيذ العملية. وكان من المتوقع نتيجة للدراسات إن الوقفة الجاية هتبقى في أبيجيان. وبالفعل مساء يوم